في بوينت برضو عايز افهمها، وهو التنازل اللي النيابة العامة بتطلبه من المتهم. دي بقى مهم بشكل غير عادي. الموضوع ده فيه خطأ فادح او معلومة مغلوطة عند الاشخاص. ايه هي؟ يجي سين من الناس فيجي يقول له اتنازل عن الفلوس علشان القضيه تخلص او عشان تاخد براءه. دلوقتي الشخص ده متهم مش انه حاز فلوس. حيازه الفلوس او حيازه النقد الاجنبي القانون لا يعاقب عليها ان طالما ان هذه الحيازه مجرده من اي تعامل. القانون يعاقب تعامل وفعل التعامل والتبادل ايا كان كميتها. ايا كان كميتها. القانون قال ان الحيازه مجرده في العمله مباحه ومتاحه ايا كانت فئه العمله او ايا كان مقدارها. القانون ما قالش حاجه معينه. الحيازه دي يعني احط في بيتي فلوس، احط في جيبي فلوس، احط في عربيتي فلوس. حيازتي للفلوس مش مجرمه. المجرم التعامل في النقد الاجنبي. فحضرتك لما بتروح النيابه العامه سين من الناس متهم في قضيه فاتنازل عن الفلوس عشان تروح كده في قضيه ماشيه يا جماعه. تنازل مالوش اي علاقه نهائيا باذا كانت القضيه تخلص براءه او تخلص ادانه او تحفظ اوراق القضيه ام لا. ده ملوش علاقه بدي خالص. حضرتك متهم انك تعاملت في النقد الاجنبي. انا دوري كمحامي اثبت للمحكمه ان ما كانش ليس هناك وقعات تعامل او تبادل. التنازل معناه ايه هنا؟ التنازل معناه ان هو ينزل يدخل قدام النيابه يقول انا بتنازل عن فلوسي. ايه الاستفاده؟ مفيش اي وجه استفاده. الاستفاده هو فاهم او اتقال له معلومه مغلوطه انه لو اتنازل القضيه خلصت كده خرج بره حيز الاتهام. بالظبط. لكن ده ما بيحصلش. لا ده مش حقيقي خالص. ده مش حقيقي تماما. طيب ليه القانون ده محدد كميه معينه من العملات الاجنبيه في دخول وخروج المطار؟ لا ده ملوش علاقه بقضايا النقد الاجنبي. ده شيء وده شيء تاني. جميل. النقد الاجنبي او قضايا العمله دي جنايه. لكن حضرتك خارج من المطار او داخل المطار القانون وضع لك حد معين اللي هو بما يعادل 10000 دولار او 10000 دولار او بما يعادلها باي عمله يبقوا مع حضرتك او تفصح عن هذه المبالغ. طيب اكتر من كده القانون له قول هنا. عرض هذه المبالغ وحضرتك بتاخد بس اللي هو يعادل ال 10000 جنيه تبقى قضيه. انت بتحاول تخرج فلوس بره البلد. جميل. لكن القانون قال لك ايه او المشرع اداك الحق انك تاخد معاك وانت خارج ما يعادل 10000 دولار او 10000 دولار. حاجه تانية في مصارف تطلع بقى عن طريق المصارف الحكوميه بشكل رسمي. ده له اكيد مغزى كبير. المغزى الكبير ان الدوله انت هتخرج فلوس بره الدوله ليه؟ وعمله اجنبيه كمان. انت تاخد ما يسعفك كمصروف ماده تشتري بيها حاجه بره. شيء يسعفك بره مصر كفلوس جيب. لكن اي حاجه تانية عايز تحولها عايز تاخدها يبقى عن طريق المصارف الحكوميه. جميل. ده ملوش علاقه في التعامل بالنقد الاجنبي. ده شيء وده شيء تاني. حابين نتكلم عن اكتر الاخطاء الشائعه اللي بتخلي الشخص يخش في الحيز بتاع الاتهام بتاع قضايا النقد الاجنبي. اكتر الاخطاء ان سين من الناس يجي له مبلغ من بره. حد محولك فلوس من بره، اخوك، صديقك، والدك، اي حد. فيدخل على الفيسبوك مثلا او على اي على السوشيال ميديا او يتصل بسين من الناس ويقول له العمله بكام وقد ايه وياخد ميعاد ويروح يغير عمله. يعني عايز تغير فلوس يا البنك يا الصرافه. ما تروحش تغير فلوس من شخص عادي زيك زيه طالما ان هذا الشخص ليس صاحب صرافه ولا قاعد على الشباك اللي في البنك اللي هيغير لك منه العمله. لانك كده بتحط نفسك تحت طائله التعامل في النقد الاجنبي. تخش على الفيسبوك وتقول مثلا انا معايا 100 دولار او 200 دولار او 10000 دولار او 5000 دولار او ايا كان المبلغ. فيجي لك عروض واوفرات كتير جدا تطمعك. وهنا بيلعب على حته ايه؟ على حته الانا البشريه او الحاجه بقى او الطمع. يعني انا مثلا جاي لي 10000 دولار فكل ده هيغير لي ب 55. ده في فرق ان البنك 3 جنيه فال3 في 10000 مش فيعمل رقم فيطمعك فتلاقي نفسك محطوط في قضيه نقد اجنبي. هو الشخص اللي انا زيه اللي انا هغير منه دولار ده في نظر القانون السوق السوداء. طبعا. طب انت وهو سوق سوداء انتوا الاثنين. ما هو هل الجريمه للشخص اللي بيغير لك بس ولا الاثنين؟ الاثنين. الشخصين تعاملا في النقد خارج المصارف الحكوميه. الشخصين حتى لو انا بغير 100 دولار لو بغير 50 دولار ايا كانت الفئه
وايا كان مقدار الفلوس، طالما انها خارج البنك او خارج المصارف الحكوميه، حضرتك حطيت نفسك دلوقتي تحت دايره انك تعاملت في النقد الاجنبي خارج المصارف الحكوميه. دلوقتي شخص اتمسك في قضايا نقد اجنبي، الفلوس بتاعه اتصدرت طبعا، هل الفلوس دي بترجع؟ في فرق هنا، في فرق جوهري قوي. الشخص لما اتقبض عليه قرر امام النيابه العامه انه صاحب هذا المال ام انكر صلته به. هنا بقى الفيصل. لو انا اتمسكت مثلا ومعايا 10000 دولار، جيت قدام النيابه وانا في التحقيقات قررت امام النيابه العامه ان هذه المبالغ لا تخصني ولا اعلم عنها شيئا، هي مش فلوسك، هتستردها ازاي حتى لو اخدت براءه؟ لكن حضرتك قررت قدام المحكمه انك صاحب هذا المال امام النيابه وليس امام المحكمه، انك صاحب هذا المال، وصدر حكم المحكمه بالبراءه دون مصادره، بالبراءه دون مصادره، حضرتك بتاخد فلوسك كلها بالكامل. طبعا بتاخد وقت شويه لكن بتاخد فلوسك بالكامل طالما انك قررت انك صاحب المال. من ممكن ان البراءه تصدر بالمصادره؟ بالمصادره لو انت قلت الفلوس مش بتاعتي. لا، وانا قلت الفلوس بتاعتي. لا، مم. يعني طالما المحكمه قررت او حكمت انك بريء من هذا الاتهام، المصادره دي عقوبه تبعيه للعقوبه الاصليه، وما فيش عقوبه اصليه يبقى ما فيش عقوبه تبعيه. فرع يتبع الاصل، جميل. والتبعي العقوبه التبعيه تتبع العقوبه الاصليه. طب العقوبه الاصليه مش موجوده، ما فيش عقوبه تبعيه. جميل جدا. طالما انك قلت انك صاحب الفلوس، المحكمه بتدي براءه، ما بتديش مصادره. طب حضرتك قلت انك مش صاحب الفلوس بس المحكمه ادت لك براءه، بتدي مصادره للمبالغ لان مش بتاعتك، انت قلت مش بتاعتي. جميل جدا. في السوشيال ميديا حاليا بنلاقي تسريبات لصور او فيديوهات مش كويسه، وفي بعض الاحيان بتنزل في جنح، وفي بعض الاحيان بتنزل جنايات. ده بيبقى بناء على ايه وده بيبقى بناء على ايه؟ هو فعلا الموضوع ده بقى منتشر جدا طبعا بحكم التطور الغير عادي للتكنولوجيا والموبايلات اللي بقت في ايدينا كلنا. وزي ما في استعمال ايجابي للتكنولوجيا في استعمال سلبي. اللي حضرتك قلته ده هو امرين. الامر الاول، القضيه اللي بتنزل جنحه ليه تنزل جنحه، وليه الجنحه دي ممكن تبقى جنايه. عايز اقول لحضرتك ان في فرق ما بين التشهير والسب والقصف والابتزاز والتهديد. دول 4 فئات. السب والقصف كل فعل حضرتك مسيت بيه كرامتي وشخصيتي بس بيني وبينك، في محادثه شخصيه، في محادثه شخصيه بيني وبينك، يعني لا يستطيع غيري الاطلاع على هذه المحادثه الا بتصريح مني. يعني على الخاص حضرتك بعت لي شتمتني او سبتني، ده السب والقصف. طب حضرتك بقى انتقلت من الموضوع ده او من الصفحه الشخصيه لصفحه عامه يراها القاسي والداني، دخلنا في التشهير. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الوصف فقط، ولكن دي جنحه ودي جنحه. في جنحه ثالثه ايه هي؟ التهديد. والتهديد معناه ان بهددك دون ان اطلب منك شيء. يعني كلمتك في التليفون وقلت لك انا هعمل وهسوي وهعمل وهسوي، مفيش مساومه. مفيش مساومه، الله ينور عليك، او مفيش طلب. طيب التهديد ده ينزل ايه؟ ينزل جنحه. طيب التهديد المصحوب بطلب، يعني ضفت جمله يا استاذ محمود لو ما عملتش كذا كذا انا هعمل فيك كذا، يعني الطلب ظرف مشدد بينقل الموضوع من جنحه لجنايه مباشره. بعد زي نازله جنحه قدام المحكمه وتكيف تكييف القانون انها جنحه، تبقى جنايه، جنايه ابتزاز. الابتزاز هو كل تهديد مصحوب بطلب، يكون الشخص طلب معين. موضوع بقى الصور وكل ده بيندرج في ايه؟ في الابتزاز. طالما ما هو ما فيش شخص هياخد صور لشخص سواء تحصل على هذه الصور بمحض ارادته ام عنوة عنه او عن طريق التحايل. يعني انا اخدت الصور دي، انا وانت اخدنا الصور دي بمزاجك وبكيفك وبراحتك بكل انسيابيه وبكل اريحيه، او اخدت الصور دي عن طريق التحايل وغافلتك، انا غفلتك وانت ما اخدتش بالك وانا اخدت الصوره، سواء هكرت تليفونك، اخدت تليفونك بشكل غير سوي، او اخدت الصور دي عنوة عنك غصب عنك. كل ده يتساوى مع بعضه البعض، ما يأثرش على موقف المجني عليه خالص. يعني سينا من علاقه ما بين سين وصاد غير طبيعيه او غير سويه،
تندرج تحت وصف معين. شخص قام واخد الصور دي او الحاجات اللي ما بيني وما بينه بشكل خاص ونشرها او بعتها لي وهددني بيها، انا اخاف؟ لا ما اخافش، القانون مش هيعاقبني اصلا.